أخطر نوع إدارة مش اللي ظالمة وواضحة. أخطر نوع هو اللي يظلمك وهو بيقولك إحنا ناس ولاد أصول وما نكسرش بخاطر حد. أنا زتونة، وده بودكاست الشغل على حقيقته، المكان اللي بنحكي فيه عن اللي بيحصل جوه الشركات مش في بروشورات ال HR. حلقة النهاردة عن النوع اللي بيبوظ الدنيا وهو فاكر نفسه جدع، لما النخوة تدخل الإدارة وتطلع الفوضى لابسة بدلة احترام وكرم مجاملات. الجزء الأول، سيبها عشان خاطري يا راجل. هحكي لك حكاية من جوه شركة كنت شغال فيها زمان. كان عندنا مدير اسمه الحاج فؤاد، راجل كبير في السن، قلبه طيب، صوته هادي، وأكتر جملة مشهورة عنه في الشركة: سيبها عشان خاطري يا راجل، ما تكبرش الموضوع. في مرة كنت أنا وزميلي مصطفى بنقفل تقييم السنة. مصطفى مكسر الدنيا، شغل، التزام، أفكار، وبيحلم إن تقييم السنة دي يطلع ممتاز عشان الترقية اللي بقاله سنتين مستنيها. وفي نفس الوقت في واحد تاني في الفريق، صاحب المدير من أيام المعهد، بيغيب كتير، يسلم الشغل ناقص، بس لطيف ودمه خفيف ويعرف يمسك التليفون ويهرج. احنا في الاجتماع والاتش ار بعت جايد لاينز واضحة، في تارجتس، في KPIs، في نظام درجات، ورقة محترمة تقولك تقييم عادل، أرقام، معايير. دخلنا مكتب المدير، فتح ملفات التقييم، بصلي وقال: بص يا زتونة، مصطفى ده ما بنتكلمش عليه، ده شايل الدنيا، بس فلان ما ينفعش نكسر بخاطره، الراجل مر بظروف وواقف معانا من زمان. قلت له: ماشي يا باشا، بس ده تقييم أداء، مش دفتر عزا أو فرح، ده هيأثر على المرتب، على الترقية، على الحوافز. ابتسم الابتسامة اللي بتحس بعدها إن مفيش أمل، وقال: إدارة يا زتونة، مش أرقام بس، إحنا ناس ولاد أصول وما ننساش العشرة. اللي حصل بعدها، مصطفى خد أقل من اللي يستحقه، وصاحب المدير اتلطف في التقييم عشان خاطره. في اليوم ده فهمت أول درس: لما النخوة تحل محل النظام، اللي بيتظلم مش الشخص اللي من جوه قلبه طيب، اللي بيتظلم هو الشاطر اللي كان فاكر إن حقه مربوط بشغله مش بكرسي جنب المدير. الجزء الثاني، لما القيم تتحول لستارة. تعال نتكلم بصراحة، النخوة حاجة عظيمة بين البشر، بين أصحاب، بين جيران، بين أهل، بس لما تتحول لوسيلة إدارة بتبقى ستارة بتغطي على واسطة، عدم كفاءة، قرارات عشوائية، وخوف من مواجهة الحقيقة. في شركات كتير اللي بيحصل كده بالحرف، يمسكوا واحد في منصب مش عشان كفاءة، عشان ابن فلان ووقف معانا زمان وعيب نزعل الراجل. يمنحوا حد صلاحيات أكبر من حجمه مش عشان فاهم، عشان قريب المدير، صاحبه، واحد لهم معاه عيش وملح. وبعدين لما الموظفين يتخنقوا ويقولوا: ليه فلان؟ ليه التمييز؟ ليه مش ماشيين بالنظام اللي انتوا بنفسكوا كاتبينه؟ تسمع الجملة السحرية: انتوا مش مقدرين الرجولة، الراجل ده ليه مواقف معانا، احنا ما نقطعش رزق حد. طب واللي انت بتقطع رزقه بالظلم، واللي بيتأخر حقه عشان مش صاحب حد، ده رزقه مش محسوب. القيم لما تتحط في غير مكانها بتتحول من فضيلة لأداة هروب. تلاقي المدير بدل ما يقول غلطنا في التعيين أو في الترقية أو في التقييم، يقول: عيب، الراجل ليه قيمة عندنا. بدل ما يواجه الشخص ده مش مناسب للمكان ده، يقول: نستحمله عشان العشرة. والضحية مش بس الأرقام، الضحية الحقيقية هي ثقة الناس في إن في عدل. الجزء الثالث، حب الخاطر يكسر النظام. خليني أوصف لك مشهد يمكن أنت شفته قبل كده. في موظف جديد جاي من بره، مش فاهم خريطة العلاقات، ما يعرفش مين صاحب مين ومين قرايب مين، بيشتغل من قلبه، بيمشي على اللوايح بالحرف عشان خايف يغلط. في نفس القسم في واحد تاني قديم في المكان، دمه خفيف، يطلع مع المدير على القهوة، يحضر الأفراح والعزا، يجي متأخر، يمشي بدري، يطلب استثناءات، والمدير يقول لجوه قلبه: حرام ما نكسفوش. شوية شوية النظام اللي على الورق يبقى ديكور، الحقيقة اللي في الكواليس هي فلان له خاطر يمشيله اللي هو عايزه، فلان مش داخل القلب نطبق عليه الليحة بالحرف. بتلاحظ ده في حاجات صغيرة، أجازة لحد تتقبل في ثانية والحد تاني تتراجع 3 مرات، غياب لحد يتعدى وغياب غيره يتكتب إنذار، غلطة تتغطى وغلطة غيرها يتفتح له تحقيق. وهنا يحصل أخطر حاجة في أي مؤسسة،
الناس تبطل تصدق النظام وتبدأ تحفظ خريطة الأشخاص. الرسالة اللي بتوصل للناس من غير ما المدير يحس: اجتهد، بس الأهم إنك تقرب من الصح. اشتغل، بس اوعى تزعل حد من أصحاب القرار. الكفاءة حلوة بس مش كفاية، وساعتها الممتاز يشيل والمتوسط يركب والضعيف يتحامى بالنخوة. الجزء الرابع: لما الإدارة تتحول لقعدة عرب. مشكلتنا في حتة المرجلة في الشغل. في مدير يحب يطلع قدام الناس إنه ابن ناس وراعي رجالة وما يحبش يكسر حد، فتلاقيه يغض النظر عن أخطاء ناس عشان ما يحرجهمش، يضغط على ناس تانية عشان يشيلوا شغل غيرهم عشان المركب تمشي، يوزع الشغل مش حسب القدرة بل حسب مين يقدر يعتذر لمين. في الظاهر الناس تقول: يا سلام، راجل جدع ما يحبش يزعل حد، بس في الحقيقة هو بيزعل اللي بجد بيشتغل، وبيكسر خاطر اللي ملوش ظهر، وبيظلم حد عشان يرضي حد. الإدارة مش قعدة عرب، مش كل حاجة تتحل بخاطر فلان وعيب يا راجل. الإدارة نظام وعدالة وشفافية. النخوة الصح إنك تحمي حق الضعيف مش تجامل القوي. الجدعانة الصح إنك تقف مع المظلوم مش تغطي على غلط صاحبك. الشهامة الصح إنك تقول لأ حتى لو هتزعل حد قريب عشان ما تظلمش 10 بعيد. الجزء الخامس: أنت كموظف تعمل إيه في الجو ده؟ ممكن تقولي: حلو الكلام، بس أنا موظف في بيئة زي دي، أعمل إيه؟ أواجه؟ أسكت؟ أمشي؟ بص، مفيش إجابة واحدة تمشي على الكل، بس في شوية مبادئ. ما تبيعش مبادئك عشان تدخل الدايرة، ما تبقاش طبال عشان تبقى من الحبايب، اوعى تقبل تكون جزء من منظومة مجاملات على حساب حد تاني. افهم اللعبة بس ما تشتركش فيها. اعرف مين عشان تفهم واقع بيئتك، بس خليك انت واقف عند خط واضح. لا أظلم حد عشان أرضي حد. اشتغل باحتراف وخلي بصمتك واضحة، حتى لو شايف ظلم خليك مهني. اشتغل صح، وثق شغلك، طور نفسك. ما تديش حد فرصة يقول مفيش فرق بينك وبين اللي بتهاجمهم. حاسب المكان مش نفسك بس. لو لقيت ان المجاملات بقت أسلوب حياة رسمي والنظام مجرد شماعة بيتعلق عليها اللي ملوش ظهر، اسأل نفسك بصدق: المكان ده يستاهل تعبي ولا أنا اللي محتاج أعيد حساباتي؟ الجزء السادس: كلمة في ودن أي مدير بيسمعني. ولو أنت مدير وبتسمع الحلقة دي، تعال أكلمك من غير تجميل. النخوة حاجة عظيمة، بس لو دخلت لوحدها من غير نظام هتبوظ الدنيا من غير ما تحس. لما تجامل حد مش كفء عشان عيب نزعل الراجل، انت مش طيب، انت ظالم لحد تاني. لما تعلي واحد لأنه قريب أو صاحب، انت بتبعت رسالة للكل: ما تتعبوش، هاتوا واسطة. لما تستخدم جملة أنا المسؤول عشان تسكت أي سؤال عن الصلاحيات، انت مش قائد، انت بتستخبى ورا الكرسي. القائد الحقيقي يوازن بين قلبه وعقله، يحترم العشرة بس ما يفرطش في العدالة، يقدر الناس بس من غير ما يشتري رضا حد على حساب حد. اسأل نفسك سؤال واحد كاشف: لو شلت كل المجاملات وحب الخاطر، قراراتي هتفضل هي ولا نص الفريق هيتغير؟ لو الإجابة مخوفاك يبقى في مشكلة حقيقية في طريقة إدارتك. الخاتمة: النخوة مكانها جنب النظام مش مكانها. في آخر الحلقة مش بنقول ابقوا جامدين وقساه وما تلحقوش حد في دقيقة، ولا خلي الشغل غابة بلا قلب ولا مراعاة. احنا بنقول النخوة من غير نظام فوضى، والنظام من غير رحمة سجن. لكن شركة بتدار بحب الخاطر بس بتقع أول ما حد زعلان يمشي، وشركة بتدار بعدالة وبتحط الناس في مكانها بالكفاءة حتى لو زعلوا منها شوية بتعيش أطول منهم كلهم. خلي الكلمة دي في دماغك: احترم الناس بس ما تبيعش حق الناس عشان خاطر حد. أنا زتونة، وده كان صوت موظف شاف بعينه إزاي النخوة لما تدخل الإدارة لوحدها تطلع الفوضى لابسة أطيب ابتسامة. لو حسيت إن الحلقة دي لمست حاجة جواك، شاركها مع حد عايش نفس الجو، يمكن تبقى هي أول خطوة إن حد في مكان ما يفكر قبل ما يقول سيبها عشان خاطري يا راجل.